أهلا بيكم في حكاية في 3 دقايق. يا نور، أنا عمري ما كنت أتخيل إن إخواتي يبقوا كده. إحنا كنا لمة واحدة، نضحك ونعيط مع بعض، كنا نقول الدم عمره ما يبقى 100. لكن يوم ما بابا وماما مشيوا كل حاجة اتغيرت. الميراث بقى امتحان، وطلع كل واحد فيه وشه التاني. واحد عايز ياخد أكتر، والتاني بيزور ورق، والتالت بيبيع في الخفاء. ونسوا إن اللي سابوهولنا أهلنا مش فلوس ولا بيوت، اللي سابوهولنا اسم ولمت ورحمة. بس الطمع عمل قلوب يا نور. أكتر حاجة وجعاني مش الفلوس، الوجع إني فقدت إخواتي، واللي كنا بنقوله زمان طلع كلام على الفاضي. عارفة يا حبيبي، الميراث مش بس ورق بيتقسم، الميراث امتحان. اللي طمع بيكشف قلبه، واللي خان بيبان وشه الحقيقة. خد بالك، ممكن تكسب فلوس بس تخسر نفسك وأهلك، وممكن تتنازل عن حقك بس تكسب راحة البال ورضا ربنا. الفلوس بتيجي وتروح، لكن الأخ اللي يتعوض، الأخت اللي بترجع، مفيش. قول لنفسك أنا مش هخسر نفسي علشان ورق، وخلى عندك يقين إن حقك عمره ما هيضيع عند رب كريم شايف وعادل.